بقنا في السودان. أنا عندي قصيدة في ريمات، وريمات في جيش بني رشيد الأصايل. والقصيدة قل يا راكب اللي شوف أن يطرد العمس من جيشنا اللي ما تغير جملها، من جيشنا اللي شوف أن يطرد العمس ريمه وريمان المسمى فحلها. أصايل ما صار في ساسه انطمس نلحق بهن خيل تنازى بهلها، طوعات ما يبغن بحد العصا لمس لو ما بظل الخيزرانة عدلها، وجسرات في قطع الخلا مبعد الرمس لو بات راعيها خلا ما عقلها، وفواهن عند الرغى كنه انطمس لولا النفس مع خشمها قلت بلها. طول المدى وانقال والما على خمس تارد وخطوة الهجن تابس بللها، كم الحقم من شارد ما بعد لمس صكن عليه وغايته ما وصلها، وكم اتعب من طارد صامل عمس خلنها قواته يدور بدلها. ونعجلوا بالمشي عن غيبة الشمس من الظما ولا من الخوف كلها، يشدن ريم جفله بالخلا همس طقت حصاة في رجل من ختلها. ونعجلوا بالمشي عن غيبة الشمس عن الظما ولا عن الخوف كلها، يشدن ريم جفله بالخلا همس طقت حصاة في رجل من ختلها، وتلافتا ورقابه جرد الرمس وتبين الرامي وزود جفلها، بالبندق اللي بطنها يوسع الخمس والرب فك القايدة ما قتلها. الله يا ريمات ما اليوم مثل امس الحمد لله كل ميله عدلها، تغليت نفوس بها العقل ما طمس وترخصت نفوس تزايد جهلها. وهذه تحياتي لكم وارفع الخمس لعيون ريمه وارض ريمه واهلها، والسلام عليكم. بعيرنا ريمان بالاصل مشهور، الباديه والحاضره يعرفونه، يلحق كراديس السبايا بلا جور، واللي ينتح اهل الخيل ما يلحقونه. وخلف لنا ريمات بالجري مخبور، بنات اصيل بالمهر يمهرونه، راعيه شغموم محنك ومسطور، كم شيخ قوم واجه الموت دونه. وسلامتكم.